من مدينة فاس ثاني أكبر مدن المغرب. بدأت قصته لتمر عبر محطات مختلفة لم تخلو يوما من الصعوبات والعراقيل، إضافة للانتقادات اللاذعة حتى من بني جلدته، لكنه لم يستسلم وواصل التركيز على شغفه بالجلد المدور. الحديث عن نصيري ابن 25 عام وأحد أسود وليد الركراكي في المغامرة الاستثنائية بمونديال قطر. في هذا الفيديو من قناتكم ميد سبورت سنعرض لكم قصته على شكل 10 حقائق عن يوسف نصيري. بدايته الصعبة، سبب رفضه الاستمرار مع تشيلسي، لماذا هاجم إدارة ناديه، كيف تغلب على التنمر والانتقادات، حقيقة زواجه، سر احتفاله بالأهداف، طقوسه الخاصة، أرقامه القياسية، سبب بكاء والده في مباراة كندا، والمزيد. فابقوا معنا. المولد والنشأة. في الأول من يونيو عام 1997 ولد يوسف نصيري في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة بمدينة فاس العريقة وسط المغرب، كابن الأصغر لأسرة من الطبقة المتوسطة مع شقيق يدعى محمد أمين، وهو لاعب كرة قدم أيضا لكن بشهرة أقل، وشقيقة تسمى فاطمة الزهراء. وبدأ يوسف مداعبة الكرة وهو طفل في أزقة وشوارع مدينة فاس، ولم تكن بداياته سهلة على الإطلاق، وهو ما عبر عنه اللاعب لاحقا عند تتويجه بالدوري الأوروبي مع إشبيليا، حيث نشر صورة وهو في طفولته مرتديا ملابسا رياضية متواضعة، إلى جانب صورة أخرى توثق تتويجه باللقب، مع تعليق مفاده بأن الالتزام بالعمل الجاد المستمر هو طريق النجاح الوحيد. نعود لطفولة يوسف، حيث أظهر موهبة كبيرة أهلته للعب والتدرج في الفئات السنية للمغرب الفاسي عام 2010 وهو بسن 13، ومع تألقه ضمه مسؤولون رياضيون في العام التالي إلى أكاديمية محمد السادس المتخصصة في اكتشاف وتطوير المواهب الكروية. مسيرته، تطور كبير ومستمر شهده مستوى نصيري داخل أكاديمية محمد السادس، ما جعله محط أنظار أندية أوروبية. وفي 2016 نجح مالاغا الإسباني في التوقيع معه لموسمين، فلعب للفريق الثاني ثم صعد للفريق الأول ليسجل 5 أهداف فقط في الموسمين، غير أن انتقاله إلى ليغانيس في 2018 أتاح له فرصة أكبر للتألق، فسجل 15 هدفا في موسمين قبل الانضمام إلى إشبيليا شتاء 2020 ليبدأ فصلا جديدا من التألق في الليغا. ودوليا يلعب يوسف لمنتخب المغرب منذ 2016 وحتى الآن خاض 54 مباراة دولية سجل بها 16 هدفا كثالث هدافي أسود الأطلس من النجوم الحاليين. أهم إنجازاته، جماعيا توج نصيري بلقب وحيد وهو الدوري الأوروبي عام 2020 مع إشبيليا، وفرديا حقق جائزة أفضل لاعب في فريق ليغانيس موسم 2018-2019 وأفضل لاعب في الليغا لشهر يناير 2021، كما أحرز اللاعب بعض الأرقام القياسية آخرها بعد تسجيله هدفا في شباك كندا بمونديال قطر، حيث أصبح أول لاعب مغربي يسجل في نسختين للمونديال. كما يعتبر نصيري هو أكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالليغا بواقع 18 هدفا أحرزها لإشبيليا خلال موسم 2020-2021، ويعد هو أكثر اللاعبين المغاربة تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف متساويا مع حكيم زياش ومروان الشماخ، وأول لاعب في تاريخ إشبيليا يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على ملعب الفريق بالليغا منذ 1940 وفعلها في يناير 2021. تجربة تشيلسي، قبل انتقاله لمالاغا عام 2015 كان يوسف نصيري قريبا للغاية من الانضمام لتشيلسي بعدما خاض فترة تدريبية معه لمدة 3 أسابيع، لكن فشلت الصفقة في النهاية بسبب صغر سن اللاعب إضافة لاختلاف الثقافة واللغة وبرودة الطقس. وعن تلك التجربة قال نصيري: لقد كانت مجموعة من الظروف أدت لفشل الانتقال، أعتقد أنني كنت صغيرا جدا وكان من الصعب علي التكيف وخاصة مع الأجواء الباردة هناك، وفي تلك اللحظة لم أشعر أنه مكاني وكنت أعرف أن هناك فرصة أخرى ستأتي. الانتقادات،
عانى نصيري من انتقادات لاذعة هذا الموسم في ظل تراجع مستواه بعد تعافيه من إصابة، حيث فشل في فرض نفسه مرة أخرى في تشكيلة إشبيليا ومع كتيبة أسود الأطلس. يعد هو أكثر اللاعبين تعرضا للانتقادات، حيث أن الهجوم عليه لم يقتصر على الجماهير فقط بل امتد للاعبين السابقين ومنهم مراد حديويد. في سبتمبر الماضي عبر تدوينة ساخرة على فيسبوك قال فيها: لجنة الفيفا لمكافحة المنشطات تطالب نصيري بتناول المنشطات، كما أن الجماهير لم تكتفي بانتقاد مستواه الفني بل وصل الأمر إلى حد التنمر على شكل وطريقة جريه، ووصفه البعض بأنه يملك قدمين شمال وليس قدم شمال وأخرى يمين، وتعدى الأمر إلى سبه وسب والديه أيضا، ما دفع اللاعب للخروج عن صمته ومطالبة الجماهير بعدم سب والديه لأنه لا دخل لهما. وبرغم كل ذلك إلا أن المدرب الجديد لأسود الأطلس وليد الركراكي آمن به ودافع عنه قبل المونديال بعدما ارتفعت الأصوات مطالبة باستبعاده على الأقل من التشكيلة الأساسية، لكن المدرب أكد أن تواجد نصيري بالمونديال مؤكد، كما قال عنه لاحقا: لا يقدر موهبة نصيري إلا مدربون أمثالي، إنه لاعب من طراز عالمي ينفذ ما أطلبه منه، لذلك حافظ على مركزه الأساسي ليس معي فحسب بل مع من سبقني من مدربين، إنه لاعب لا غنى عن خدماته في التشكيلة. ومع انطلاق مونديال قطر كافأ نصيري مدربه وعاد لأفضل مستوياته، كما لعب أدوارا تكتيكية رائعة في مغامرة أسود الأطلس حتى الآن، ناهيك عن تسجيله هدفا في شباك كندا. هاجم إدارة ناديه في صيف 2019 وعندما كان يوسف لاعبا في صفوف ليغانيس حاول برايتون ضمه مقابل 20 مليون يورو، وكان اللاعب منفتحا على الانتقال، لكن إدارة ليغانيس رفضت العرض ليخرج اللاعب لمهاجمة النادي قائلا: عندما يعدك الكبير ويوافق على كل شيء معك ويأتي الصغير ليغير كل شيء. من المحزن رؤية هذه المعاملة السيئة من قبل الأشخاص الذين أظهروا لي أنهم يهتمون بالمال كثيرا. الجدير بالذكر أن نصيري كان على وشك الانتقال لفالنسيا أيضا عام 2015، ولكن تغيير المدير الرياضي للنادي وقتها تسبب في فشل الصفقة. طقوس خاصة قبل كل مباراة يخوضها منذ قدومه لإسبانيا، اعتاد يوسف نصيري على القيام ببعض الطقوس، من بينها تصفيف شعره لدى صديق له يملك محلا خاصا للحلاقة بمدينة مالاغا، ويعتبر اللاعب ذلك بمثابة تميمة حظ. ويقول مصفف شعر نصيري: كنت حلاقا خاصا له منذ سنة 2015 حين كان لاعبا في مالاغا، واليوم أنا أستقل السيارة أسبوعيا صوب مدينة إشبيليا من أجل تصفيف شعره بعد التدريب. وقبل كل مباراة إنه يحب وضع تصاميم مميزة في حلاقة شعره. أنا أراه صديقا جيدا أكثر مما هو زبون. بكاء واعتذار بعد مباراة المغرب وكندا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لوالد يوسف نصيري في مدرجات ملعب الثمامة يظهر تفاعله مع الهدف الثاني الذي سجله ابنه بالبكاء ويردد: يا رب اللهم لك الحمد، في تفاعل منه مع ما تعرض له ابنه من تنمر وهجوم شديدين، لتبدأ بعض الجماهير المغربية في التفاعل مع الفيديو ودموع الوالد قبل أن يبادر عدد كبير منهم بالاعتذار. جوانب أخرى: في طفولته كان يوسف نصيري مشجعا لتشيلسي إضافة لنادي مدينته المغرب الفاسي، وبخصوص هواياته بعيدا عن المستطيل الأخضر فهو مولع بلعبة السنوكر أو البلياردو. في المقابل لا يحب النجم المغربي تسليط الأضواء على حياته الخاصة، ومن غير المؤكد إذا ما كان متزوجا أم لا، لكن العديد من التقارير رجحت أنه لم يتزوج بعد. وعن طريقة احتفاله بالأهداف بوضع يده بطريقة دائرية على عينه، أكدت صحيفة ماركا أنه يشير إلى أنه لا يحتاج نظارات لرؤية الشباك أو أنه يضبط عدساته من أجل الهدف التالي. قيمته السوقية: تقدر قيمة النجم المغربي السوقية حاليا ب 12 مليون يورو فقط وفقا لموقع ترانسفير ماركت، علما بأنه سبق وأن وصلت قيمته ل 40 مليون يورو صيف 2021. كما حاول ويست هام ضمه في يناير 2021 مقابل 30 مليون يورو، لكن إشبيليا رفض التخلي عنه حينها. وبعد تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم أصبح النادي الأندلسي يتمنى الحصول على ذلك المبلغ، بل وتحدث
المدير الرياضي للنادي صراحة عن ذلك، لكن يبدو أن مصير نصيري سيتغير مع تألقه بالمونديال وسترتفع أسهمه من جديد، وهو ما قد يستغله إشبيليا خوفا من تراجع مستواه مجددا، ما يعني أننا قد نراه بنسبة كبيرة يغير الوجهة إلى ناد جديد في يناير القادم.